السلام عليكم واهلا بيكم معايا وفيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض تنظيم لحفلة عيد ميلاد ولد وبنوتة. حبيت ان انا اشاركها معاكم علشان يكون عندكم فيديوهات كتير لتنظيم حفلات اعياد الميلاد، هتسهل عليكم وهتختاروا منها الحاجات اللي انتوا عايزينها في عيد الميلاد، والحاجات اللي ترمي معاكم كمية في عيد الميلاد وتكون لايقة كمان لو احنا عندنا مناسبة يعني. فالفكرة بتاعت النهاردة هتبقى حلوة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. يلا بينا بقى على طول نبتدي. النهارده الفيديو مفهوش وصفات. الوصفه بتاعت الميني كب كيك انا عملتها لكم في فيديو قبل كده، تقدروا ان انتوا ترجعوا لها، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ولكن النهارده حبيت ان انا اوريكم بس الفكره وطريقه التزيين بتاعت الميني كب كيك بشكل مختلف. عملناها قبل كده للمدارس، المره دي بقى انا استخدمتها في حفله عيد ميلاد، فكانت حلوه جدا وكمان كان شكلها حلو جدا. عملت منها الكريمة، لونت جزء باللون البينك وجزء باللون الأزرق بالشكل ده، وبدأت ان انا اعمل عليها روزيتات صغننة من فوق، وحطيت عليها سبرينكلز صغيرة بألوان بينك وأزرق، فكان شكلها تحفة بجد. شكلها رقيقة وحلوة جدا. وكمان طعمها كان حلو جدا، والأطفال طبعا حبوها يعني، وكفاية ان هي الشكل بتاعها كمان شدهم وكده، فكانت حلوة جدا. كمان ان انت تعمليها مش مرهقة في الشغل، يعني حتى كمان الفكرة بتاعتها سهلة، وكمان مش متعبة في الشغل، يعني نقدر ان احنا نعملها وانها تطلع بقى معانا كمية حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين كده بجد الكمية بتاعتها كانت حلوة جدا. كمان عملت معايا عدد كبير جدا، فلو انت بقى عندك مناسبة لعدد كبير دي هتبقى حلوة جدا معاكي في المناسبة. طيب بدأت بقى ان انا ارص اللون الازرق كده على صواني تقديم بالشكل ده، واللون البينك على صواني تقديم برضو بالشكل ده. ان شاء الله هيبقى في فيديوهات كل فترة كده، بشارك معاكم فيديوهات لتنظيم حفلات اعياد الميلاد، لان كتير مننا بيبقى عندهم مناسبة ومحتارين في الحاجات، إيه الحاجات اللي تليق مع التورتاية، إيه الحاجات اللي ترمي معايا كمية لو انا عندي عدد كبير من الناس. فان شاء الله هنزل لكم وصفات للحاجات اللي تليق مع الكيك، فحبيت ان انا اشارك معاكم الفكرة دي، فكرة حلوة وسهلة وعملت معايا كمية حلوة جدا، وكمان مش مرهقة قد كده في الشغل، يعني في حاجات بتاخد فعلا وقت ومجهود كبير جدا في الشغل، انما الفكرة دي سهلة، يعني تقدري ان انت تعمليها وهتعمل معاكي الكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، يعني ما شاء الله عدد كبير يعني. فهتبقى حلوة جدا لو عندنا مناسبة وعندنا عدد كبير، فنقدر ان احنا نعملها. دي كده كانت الفكرة بتاعت الميني كب كيك. طيب تعالوا بقى لتزيين التورتاية. انا عملت تورتاية نص بينك ونص بالازرق، هو عيد الميلاد اخين ولد وبنوتة. فعملت باللون الازرق، نص التورتاية لون ازرق ونص التورتاية باللون البينك. ببتدي بقى ان انا اجلسها بالشكل ده، هسويها بالسكرابر كده بالشكل ده. بظبط بقى اللون البينك بالسكرابر بالشكل ده، وكل شوية بغسلها وبرجع تاني ان انا اخد الحاجات الزيادة، اشيل الحاجات الزيادة. طيب نيجي بعد كده للجزء اللي هو الأزرق، الجزء اللي في النص ده ما نقلقش منه خالص، لأن كل الحاجات دي مش هتبان، احنا لسه هنعمل عليها روزيتات من فوق، فمش هتبان يعني شكلها. أهم حاجة والجوانب كمان أنا هحط عليها شريط من الفاكيوم، فهي كمان مش هتبان، ولكن لو هتبان معاكي فلازم تعمليها بالسكرابر، حلوة جدا. هبتدي ان انا كمان امسحها كده بالسكرابر بالشكل ده. كده خلاص سويتها من فوق، ببتدي من الجوانب بجيب ورق فاكيوم وبثبته من الجنب بشريط من اللزق بالشكل ده.
كده خلاص بقت جاهزة. من فوق بقى عندي أي طبق بقى شكل قلب، أو أنا أرسم مثلا بخلة أسنان مثلا شكل القلب، وبمشي عليها بروزتات كده بالشكل ده، والحتت اللي هي التانية دي عملت عليها روزتات من الجوانب، قفلتها كلها كده بالشكل ده. وعملت العكس، اللون الأزرق عملت له روزتات بالبينك، واللون البينك عملت له الروزتات بالأزرق، فكان شكلها رقيق وحلو جدا. بس كده. القلب بقى ممكن نحط فيه كراميل، شوكولاتة، أي حاجة بقى. وعملت شريطة من تحت كده باللون البينك، وبدأت بقى أحط التبارات اللي هم كانوا مختارينها. الحاجات دي هم كانوا مختارينها، هو كان مختار الديناصورات بالشكل ده، وهي كانت مختارة اللي هي إلسا. فطبعت الصور بالشكل ده، وبدأت إن أنا أثبتها بشاليمو، وحطيتها على التورتاية بالشكل ده. بس كده، دي كانت التورتايه بتاعتنا، سهله جدا وهاديه وجميله جدا. نيجي لتالت حاجه معانا بقى، وهي المارشميلو. المارشميلو من الحاجات اللي فعلا اتخطفت كده في عيد الميلاد، حقيقي يعني. انا عملتها، ان شاء الله هعملها معاكم فيديو لوحدها، علشان هي المارشميلو فيها تفاصيل كتير، فان شاء الله باذن الله يعني هبقى انزل لكم الفيديو بتاع المارشميلو النهارده. بس حبيت ان انا اشارككم فكره لو احنا عندنا تنظيم لحفله عيد ميلاد. بس كده. فالمارشميلو كان حلو جدا. شوفوا بقى الاشكال بتاعته حلوه جدا. انا عملتها بالقطاعه بتاعه الصابليه والبسكوتات، يعني اشكال عاديه جدا بالصابليه واللي هي القطاعه يعني. بس كده، ده الشكل بتاعها. بصوا بقى، طرية وطعمها حلو جدا، بجد احلى بكتير من اللي بنشتريها جاهزة. فان شاء الله باذن الله هنزل لكم الفيديو بتاعها، هي عايزة فيديو لوحدها، فما كانش ينفع خالص ان انا انزلها لكم مع الفيديو ده. بس كده. جبت بقى طبعا عملت معايا كمية حلوة جدا. انا قطعت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين، دي الكمية اللي طلعت معايا، كمية حلوة جدا. جبت بقى عيدان الشيش تاووك، ودخلت فيها كده 4، بدخلها فيها بالشكل ده، ادت معايا الشكل ده. كمان عملت شكل تاني، عارفين اللي هي الاكياس بتاعه السبوع والفشار والحاجات دي، جبت منها كميه وحطيت شويه كده في كل كيس، وقفلتها بالشريطه اللي هي الذهبي دي. طبعا احنا يعني بنتعامل مع اطفال، فالحاجات دي كلها بتشدهم، والله بتشد الكبار كمان، يعني حتى الكبار بقوا بيخطفوها كده. فلا، هي حلوه جدا بجد ما شاء الله يعني، كطعم وكشكل وحاجه، يعني هتبهريهم بجد لو عملتيها. بس كده، بقفل الكميه بقى بتاعتي كلها. التقديم بقى، دي فكره كده للتقديم، حبيت كمان ان انا اوريها لكم. ممكن نجيب مثلا قطعه من اللي هي الفوم بالشكل ده، حطيت فيها بس وردتين كده من الجنب، وربطتها بشريطه ستان. وحطيت بقى فيها العيدان بتاعه الشيش تاووك، وفي النص حطيت الاكياس، بقت بالشكل ده. طبعا يعني شكلها كان حلو جدا، ولو حطيتيها بقى على السفرة كده في عيد الميلاد هتبقى شكلها أصلا مميز يعني لوحدها، ففكرة حلوة جدا. وبس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. حبيت أشارك معاكم الوصفات، أنا طبعا جربت الوصفات دي ولقيت إن هي حلوة جدا، فحبيت إن أنا أشاركها معاكم. المارشميلو من الحاجات الحلوة جدا اللي بتعمل معانا كمية، وكمان شكلها بيكون حلو ومميز جدا في عيد الميلاد. الميني كب كيك من الحاجات الحلوة جدا اللي شكلها بيكون مميز، وكمان بتعمل معانا كمية حلوة جدا لو احنا عندنا عدد لكتير من الأفراد. كمان التورتاية القمر دي اللي نصها باللون الأزرق ونصها باللون البينك، كان شكلها حلو جدا ومميز جدا، فتقدروا ان انتوا تاخدوا منها اي فكرة لحفلة تنظيم لأي عيد ميلاد عندكم. ان شاء الله هشارك معاكم فيديوهات تانية كتير لحفلات تنظيم اعياد الميلاد، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم، مع السلامة.